بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله النهاردة هنشرح محاضرة خفيفة ولذيذة كده. طلب مني الموضوع ده في أسئلة كتير، فقلت أوضحها بفيديو عشان يفيد الناس كلها. هو الموضوع مش ضروري قوي، ولكن برضه بيدي منظر جمالي في بعض الأحيان. ناس كتير بتقول إن الفورمة بتاعة الفيجوال بيزك فورمة شكلها مش حلو، فالناس عايزة تغير الفورمة أو تخلي شكل الفورمة غير الشكل الموجود بتاعها دلوقتي. الدرس بتاع النهارده ان شاء الله هنشرح ازاي نقدر نغير الفورمه اللي هي المربع والكلام اللي هو مش عاجب الناس ده، ازاي نقدر نغيره ونخليه اي شكل احنا عايزينه. طيب هنبدأ مع بعض واحده واحده. اول حاجه هنشيل الشكل القديم ده ونخليه ان هو مش موجود. هنخش على فورمات بوردر ستايل ونخليها نون. هنخليها نون كده بقى ايه، مربع رمادي زي ما انتم شايفين. طيب المربع الرمادي ده طبعا هنا لو جينا بوردر باك كلر هنلاقي لايت جراي. احنا هنا هنحط اي لون، وليكن مثلا بلاك. ماشي، هنجرب على البلاك وليكن اللون الاسود. طيب انا دلوقتي عايز احط صورة، وهي الصورة دي هي دي اللي هتبقى شكل الفورمة بتاعتي. طيب لو انا جيت كده الصور عندي كتير، انا عايز شكل الفورمة يبقى عامل ازاي؟ ممكن اخليها ادوب ريدر، ممكن اخليها بلاي، ممكن انا اجيب فورمة، اجيب صورة واحطها عشان خاطر انا عايزها تبقى لفة شوية. فتعالوا نجرب مثلا صورة زي دي. الصورة دي زي ما انتم شايفين كده فيها انحناءات، بحيث ان الفورم نفسه مش هيبقى الاسود اللي بره ده. انا لو شغلت كده هيبقى الفورم عادي، هو لازم يبقى مربع كده، المربع الاسود ده. طب ازاي اشيل المربع الاسود ده؟ هو ده اللي احنا هنتكلم فيه بقى، ان الفورمة تاخد الشكل اللي انا عايزه. طيب هنيجي هنا، احنا عملنا الباك كلر، خليكم بقى مركزين معايا. الباك كلر هنا اسود. هنيجي على حاجة اسمها ترانسبيرنت كي. ترانسبيرنت كي دي عشان خاطر اللون اللي انت عايز تخفيه لونه ايه، اللون اللي انت عايز تخفيه. فانا هاجي هنا اقول له والله انا عايز اخفي الاسود اللي هو لون الخلفية اللي مش داخل معايا في الفورم. طبعا لو اللون الاسود يستحسن، لا يفضل ان اللون ده اللي انا عايز اخفيه يكون لون موجود في الصورة. لا يفضل ان اللون يكون لون موجود في الصورة. فانا هختار لون مثلا سي وليكن الازرق. هنغير اللون الاسود ده خالص، نخليه لون ازرق مثلا. هنقول اللون ده مثلا ده مش موجود في الصورة خالص، فتعالوا نغيره ونخليه هو ده اللون اللي احنا هنخفيه. بخلي الخلفية باللون واروح اخلي نفس اللون هو ده اللون اللي انا اقول له هو ده اللون اللي انا عايز اخفيه. فباجي اعمل كده واجي على اللون اللي انا حطيته هناك. هاجي هنا واقول له ايه، هو ده اللون اللي انا عايز اخفيه. طبعا احنا ممكن نحط زرار صغير، ممكن بقى الزرار ده يكون ايقونة او صورة برضو عشان الشكل الجمالي يكتمل. برضو هقولها لكم بسرعة. انا هي مجرد افكار، وانتوا بعد كده ايه ممكن تعملوا اللي انتوا عايزينه. فانا هجيب كده صورة صغيرة صغيرة خالص اهي، واقول له والله مثلا هنا كده، واحط فيها خلفية برضو خلفيتها نفس اللون، واحط فيها آه، اي لون من الالوان اللي انا الاغلاق دي. وليكن مثلا، وليكن نجرب اللون ده ونشوف هيحصل ايه. هنعملها ستريتش طبعا عشان خاطر، ونقول له ايه ستريتش اهي. وتعالوا نجرب هنا كلوز. كلوز. وتعالوا نجرب كده نشوف الفورم بتاعتنا. هننزل لتحت الفورم بتاعتنا بقى شكلها كده، بس طبعا اللون مش كويس عشان خاطر في خيال في الصورة. تعالوا نشوف صورة مفيهاش خيال ونغير اللون. بس هي دي الفكرة العامة بتاعت سيبكم من الإكس دي دلوقتي عشان ما تخيلناش. هنا في خيال في الصورة فده عمل شوية قلق. فتعالوا نجيب صورة مفيهاش خيال، وليكن مثلا نختار صورة فيها لفة كده شوية أهي. مثلا أنا كنت عامل صورة في برنامج من البرامج. تعالوا نروح البرنامج وناخد الصورة أهي. دي الصورة بصوا، هتلاقوا إن هي لفة شوية بس مش موضحة الفورم. يعني دي بقت كده فورم، أنا لو شغلت كده هتلاقوا إن الجزء اللي تحت ده مش موجود، مش باين، متاكل. لو أنا زودت اللفة شوية هتبان إن هي دي الفورم بتاعتي، هي دي مفيهاش أي حاجة. وأحط الإكس هنا، الصورة بتاعت الإكس أو أي صورة هنا، يبقى الفورم أنا أقدر دلوقتي أغيرها زي ما أنا عايز. تعالوا برضو آخر حاجة، أنا مش هطول عليكم. عارف إن الدرس سهل مش صعب.
تعالوا نختار صورة تانية صغيرة كده عشان الموضوع يبقى واضح للناس كلها. PNG طبعا لازم تبقى PNG. اهي مثلا تعالوا نجرب دي. تعالوا نرن كده، هنلاقي ان هي زي ما انتم شايفين كده، هو ده بقى الفورم بتاعتي. الفورم بتاعتي بقت لفة ومحددة بحيث ان هي يبقى فيها الشكل بتاعي بس اللي انا عايزه بس. زي ما انتم شايفين كده هو ده الفورم. لو انا شلت ده كده هتلاقوا الفورم اهي، هي دي الفورم بتاعتي وشكلها لذيذ جدا. وكده انا اقدر اعمل اي فورم بنفس المنظر ده كده. وده زي ما انتم شايفين كده سهلة. انا شلت الاطار خالص وخليتها اي اشكال بقى تحطوها باي طريقة انتوا عايزينها. ان شاء الله الدرس سهل خالص، وهو كان حاجة بسيطة كده عشان خاطر الناس بتسألني فقلت انزلها فيديو. واشوفكم على خير في الدروس الجاية ان شاء الله. ويا رب الناس تكون بتستفيد بالكورس وتستفيد بالافكار الجديدة اللي بننزلها. اقول لكم السلام عليكم ورحمة الله. اشوفكم على خير في الدروس الجاية.